من يومين خرج علينا الأخ مهيب عبد الهادي كالعادة بأخباره اللي مش عارف بيجيبها منين، وصفقاته اللي بيفضل يقول عليها لاعب مش عارف من نادي الأهلي جلس مع مسؤول مهم في نادي الزمالك، ويفضل يبني حوارات وأفلام على القصة دي، وهو أصلا بيبقى خبر عبيط ملوش أي 30 لازمة. ممكن لعيب من الزمالك قاعد في كافيه مثلا، في حد امير فيه حد من النادي الاهلي فقعد معاه، بس بقى خبر بقى ترند بقى احنا عندنا صفقات احنا عندنا حصريات، وعمره ما قال اسم ولا يقول لك اصل انا مش هينفع اقول عشان نادي الزمالك ومش هينفع اقول عشان النادي الاهلي. هو اخباره كلها بطيخ، مفيش خبر بيقوله عدل، مفيش خبر بيقوله صح. فيا عم مهيب، انا هوريكم الفيديو بس الاول اللي هو بيتكلم فيه، وبعد كده ايه نرجع لبعض تاني. طيب قال لك ايه؟ قال لك لعيب دولي، لعيب دولي يعني بص قعد مع الزمالك وخلاص واتفقوا والوكلاء والدنيا، يعني بص كل حاجه خلصانه يا عم الحاج، يعني بص مفيش اي حاجه. بص يا سيدي، اللعيبه الدوليه اللي في نادي الزمالك اللي بتروح المنتخب هم خمسه: عواد، تمام، الونش في قطر دلوقتي ولسه راجع، يعني لسه راجع امبارح فملحقش يقعد يعني مع حد، تمام، امام عاشور، زيزو، ومصطفى محمد سابقا، وطارق حامد برضه سابقا. يبقى هم 4 لعيبه. يبقى انت يا بتتكلم على احمد فتوح يا بتتكلم على امام عاشور. خلينا بس ايه نكون منطقيين وعقلانيين. احمد فتوح انا بقولها لك اهو، واتحدى اي حد، بس برضه يعني مش لازم بتحدي. احمد فتوح زملكاوي، وانا اثق تماما ان هو زملكاوي وان هو عمره ما يروح النادي الاهلي، تمام. وارد ان هو يقعد مع الناس، وارد ان هو يكون قاعد مع ناس، ممكن يكون حد ضغط عليه، ممكن يكون حد كان زعلان من حاجه فحب ان هو يفش غليله بسبب الاستاذ مرتضى منصور، بسبب التصريحات عليه، لان هو من يوميها ونفسيا متدمر وحالته نفسيا مش حلوه وعنده مشاكل. بس انا واثق تماما في احمد فتوح ان هو عمره ما هيعمل كده. طيب امام عاشور برضو نفس الكلام، انا اثق تماما ان امام عاشور زملكاوي بيحب النادي و بس في نقطه من اول السطر: سواء امام عاشور، سواء احمد فتوح، سواء اي حد، احب اقول لك عن مهيب. احنا كجماهير نادي الزمالك، ومش هتكلم باسم حد، بس انا واحد من جماهير نادي الزمالك بقول لك والله لو احمد فتوح او امام عاشور عايز يروح الاهلي، يا باشا الباب يفوت جمل. احنا مش قاعد لعيب مش عاوز يلعب، مش هقعد لعيب وهو مش عايز الزمالك، اللي مش عاوزنا احنا مش عاوزينه، الباب يفوت جمل يا باشا، مع الف الف مليون سلامه. سلام.